السلام عليكم. اعمل ايه عشان اكون اصلح او عشان اصلح لدخول الهيئات القضائيه او الهيئات والجهات القضائيه، وعشان ادخل كليات العسكريه او كليه الشرطه؟ اعمل ايه؟ امتى اكون صالح؟ او امتى يقولوا ان الشخص ده يصلح لدخول الاماكن دي؟ بص، انا عايز اقول لك بس حاجه عشان الناس بتقعد تقنعك بيها. يقول لك ده بالواسطه، مفيش غير الواسطه. والله العظيم ما كل حاجه في الدنيا بالواسطه. في حاجه بتمشي بالشطاره. يعني ايه؟ يعني انت لو انت مثلا مقدم في هيئه قضائيه او جهه قضائيه، اقسم بالله بياخدوا ناس شاطره كتير جدا. اه، في ناس وصلت بس بتبقى قليله، ما بقتش زي زمان. الدنيا ما بقتش زي زمان، دلوقتي بقوا بياخدوا معيار الشطاره بقى ماشي في كل حاجه. فانت لو شاطر جدا وعندك حاجه اسمها سلامه التحريات اللي انا هكلمك عنها دلوقتي، واللي هي اهم حاجه، بيدخلوك عادي جدا وبتقبل وما عندكش اي مشكله. ماشي. يبقى دخول الهيئات القضائيه او الكليه الحربيه او باقي الكليات العسكريه او كليه الشرطه بيعتمد اول حاجه على التفوق. انت بتقول كده قدام ربنا: انا بعمل اللي عليا والباقي عليك بقى يا رب. طيب، انت عشان تقدم احنا قلنا اهم حاجه التفوق. يبقى التفوق ده حاجه من اتنين: لو انا بقدم في كليه الشرطه او في الكليات العسكريه وانا في ثانوي، يبقى لازم اكون جايب في ثانوي 80% 82% عشان ابقى راجل متفوق جدا، عشان اخش ضمن النسبه اللي بتخش من بتوع ثانوي. طيب، ولو انا بقى بعد الجامعه لازم اكون جايب تقدير جامد جدا في الكليه. انا والله عندي كل الناس اللي جابت جيد جدا في جامعه القاهره، واللي انا اعرفهم كلهم دخلوا كليه الشرطه متخصصين. يبقى اذا معيار الشطاره، وعلى فكره اهلهم ناس عاديين جدا، يبقى معيار الشطاره ده معيار مهم جدا. يبقى لو انت في ثانوي تبقى جايب مجموع كبير في ثانوي، طب لو انت في الجامعه تبقى جايب تقدير كبير، تبقى جايب جيد جدا على الاقل، عشان تبدا تخش ضمن النسبه اللي بتخش الجهات والهيئات القضائيه، او اللي بتخش الكليات العسكريه، او اللي بتخش كليه الشرطه. تمام. طيب، ايه اهم حاجه اعملها بقى؟ يعني انا دلوقتي مطالب ان انا اذاكر، طب مطالب اعمل حاجه تانية؟ اه، حاجه مهمه جدا جدا جدا، ودي تاني حاجه بتضرك في موضوع التقديم. ايه هي؟ حاجه اسمها التحريات. التحريات دي عباره عن ايه؟ سيبنا من فكره التحريات، انا هقول لك ايه اللي في ايدك. اللي في ايدك تعمله ايه؟ انت بتلاقي قرايبك عليهم محاضر كتير جدا، او عليهم مشاكل كتير جدا، منها اللي خلص ومنها اللي ما خلص. احنا بقى في الوقت اللي احنا فيه ده، قبل ما اقدم مثلا بسنه بسنتين، قبل ما اقدم في النيابه بسنه بسنتين، قبل ما اقدم في المجلس بسنه بسنتين، قبل ما اقدم في هيئه قضاء الدوله، او قبل ما اقدم في النيابه الاداريه، او قبل ما اقدم كمان في كليه الشرطه او في الكليه الحربيه، انا عايز احل المشاكل دي. طب احلها ازاي؟ بص، انت دلوقتي لما بتعمل المقابله في النيابه العامه او في النيابه الاداريه او في هيئه قضاء الدوله او في مجلس الدوله، زي ما انا هقول لك في فيديوهات تانية، انت بتعمل ايه وانت رايح كل جهه او كل هيئه؟ انت بتعمل ايه؟ اهم حاجه ان انت بعد ما بتعمل المقابله بينزل لك حاجه اسمها تحريات. بعد ما بتعدي المقابله الشخصيه بينزل لك حاجه اسمها التحريات. التحريات دي عباره عن ايه؟ في تحريات دي بتبقى عباره عن محاضر، زي ما بقول لك. المحاضر دي بنسميها تصرفات. الاسم اللي انت تابع ليه بيرن عليك: الو استاذ فلان، بعد اذنك عايزينك في الاسم. فبتنزل تروح الاسم. بتلاقي في الاسم ورق كتير كده، محاضر كتير جدا. ممكن تلاقي نفسك موضوع عبثي يعني، ممكن تلاقي نفسك معاك مثلا 10 ورقات في كلهم محاضر وقضايا عليك وعلى قرايبك. فسيادتك تعمل ايه؟ سيادتك قبل ما تقدم في اي جهه او اي هيئه، وقبل ما يفتحوا التقديم، تعمل ايه؟ ابدا دور على قرايبك، شوف قرايبك عندهم مشاكل ايه. طب القرايب لحد درجه كام؟ لحد الدرجه الرابعه، والدرجات هتلاقيها في فيديو تاني انا قايل عليها. انت بتحسب الدرجه ازاي وتعرف مين اللي هيضرك ولا لا. بتبدا تدور على قرايبك. فلان عنده مشكله فلانيه. يعني ايه مشكله فلانيه؟ زي ايه مثلا؟ عليه محضر قبل كده كان ماضي على شيك وبتاع، والراجل كان رافع عليه دعوه. انا اعمل ايه هنا؟ لا، ده انا اروح لقريبي اقول له خلص، ويدفع للراجل. وبعد ما يدفع للراجل، آم لو هو مثلا واخد حكم مثلا وليكن ب6 شهور، حكم غيابي ب6 شهور، لا ده انا اخليه يعمل معارضه واخليه يتصالح مع الراجل عشان يروحوا للقاضي في جلسه المعارضه، وتاخد انقضاء بالتصالح عشان ما تضرنيش بعد كده. بشوف مين اللي واخد احكام تانية واخلص لهم. اشوف مين اللي عنده مشاكل واخلصها. لما بعمل كده لما بعمل كده بروح اجيب التصرفات دي في الاخر، فبجيبها كلها اما دشتت يعني بقالها كتير جدا فعدى عليها زمن فما بقتش موجوده، او اما ان انا حليت المشاكل دي. خدت مثلا وليكن كان واحد قريبي واخد حكم فخد انقضاء بالتصالح،
او واحد قريبي مثلا عليه حاجه فمش عارف خد ايه، يبقى انا حليت المشاكل اللي عندي في التحريات. يبقى انا كده معايير دخول معايير دخول الاماكن دي خلاص متوافره فيا. لو انا جايب تقدير ومخلص تحرياتي، خلاص كده مش مشاكلي اتحلت. يبقى انا بعمل حاجتين: بذاكر كويس جدا 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 واشد حيلي واموت نفسي عشان اخلي نفسي ضمن النسبه اللي بتخش، وما اقعدش بقى امسك احط ايدي على خدي واقول ده انا الواسطه ومش عارف ايه والكلام ده. اه في واسطه في كل حاجه، بس في معايير للشطاره. لو انت راجل شاطر هتلاقي نفسك موجود، بشطارتك هتلاقي نفسك موجود، لان في ناس محترمه ماسكه الاماكن دي. فالاماكن دي بيدوا فيها اجزاء، الاجزاء دي للناس شاطر وبتروح عند الرئيس والرئيس بيعتمدها وكل حاجه. ده معناه ان مفيش عنت مع الشخص الشاطر، لا الشخص الشاطر بيلاقي نفسه في كل مكان، وبيلاقي اجتهاده وتفوقه في كل مكان. يبقى انت عليك حاجتين: اول حاجه انك انت تذاكر كويس جدا وتشد حيلك كويس جدا، الحاجه التانيه انك انت تخلص تحرياتك. وان شاء الله في فيديوهات تانيه هقول لك انت بتعمل ايه بالظبط لما بتروح تقدم في اي جهه او هيئه قضائيه، ايه اللي انت بتعمله وايه اللي انت مطالب بيه، وايه اللي يخليك باذن الله تقبل وتلاقي نفسك موجود ويتقال لك يا سياده المستشار ان شاء الله. شكرا.